السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير ولا خير. اليوم ان شاء الله كما العاده فيديو جديد ووصفه جديده ولا تجربه جديده في القناه. كنشكر الناس اللي تابونا والناس اللي ديما تابعيني في القناه وكيحطوا لي لايك، كيحطوا لي كومونتير ديالهم. كنشكركم بزاف. واليوم ان شاء الله نحضر معكم مليويات. جربت عده طرق باش يجيو مرقين كما كتشوفوا هنا في الفيديو. يعني انا نحاول نحط لكم كاع طرق تقريبا ديال الناس هكا اللي في يوتيوب وفي انترنت داروا بزاف ديال الطرق، وانا غنجرب معكم شنو هي، نقول لكم شنو هي الطريقه السهله والبسيطه اللي غتخلي المليويات يجيو ان شاء الله مرقين. هنا بالنسبه للعجينه عادي، يعني عجينه ديال الملوي اولا الرغايف، غندير شويه ديال الطحين حرش، شويه ديال الطحين مسمد يعني سبيسيال اولا دقيق ممتاز، شويه ديال يعني نص معلقه ديال الخميره د العجينه وشويه ديال الملحه يعني حسب الذوق. صافي، وغناخذ الماء دافي، ضروري يكون شويه دافي كما كتعرفوا جميع. يعني اي عجينه خصها تكون ليها شويه الماء دافي، وكتخلطوا مزيان، وضروري تكون العجينه مدلوكه مزيان ورطبه. يعني العجينه كما شفتوا يعني عاديه، غنجمعها ونخلويها مزيان وغنخليها ترتاح مده تقريبا يعني ما كتفوتش 10 دقائق حتى ربع ساعه. ما تخليوهاش تخمر حيت باقين غندير الخميره من بعد، يعني الخميره ديال الحلوه. هي غتجمعوها هكا بصابعكم مزيان وصافي، وتخليوها ترتاح في بلاستيك غذائي كما قلت لكم مده ما كتفوتش 10 دقائق. ما بغيتش انا تخمر حيتاش ما همنيش الغرض ان تكون خامره، ولكن نيت هي باش تجي مرقه. نوريكم الطريقه كيفاش. بزاف ديال المرات صراحه كنبغي ندير الملاوي ما كيصدقوش ليا، مره كيجيو شويه بحال مدقسين شي شويه، او الطريقه ما كتكونش زوينه. جربت بزاف ديال الطرق، واليوم نعطيكم هاد الطرق تقريبا كامله اللي جربت. السر تيكون في الطرق ديالهم صراحه.
كيف ما شفتوا ان العجينه يعني عطيتها شويه دلك باش كتدخل معاها، يعني كتنسجم مع العناصر، ما كيبقاش العجين مفروق على بعضياتو اولا سميده مفروقه على الفرص. خليتها شويه في البلاستيك غذائي، انا غطي عليها هكايا بزريره وخليتها ترتاح كما قلت لكم 10 دقائق. هنا اول طريقه يعني غادي ندير، يعني مورا ما غنزيد ندلكها، انا غنعركها مزيان باش كتجيني العجينه لينه ورطبه وسهله في التوراق وما كتقطعش وما كديرش داك البويقات ديالها. نخليكم مع الفيديو نوريكم الطريقه الاولى كيفاش. بالنسبه يعني التوراق العادي غنحتاج هنا زبيده مخلطه مع شويه ديال الزيت، انا كندير الزبده ديال الحيوانيه ماشي مارغرين، وهنا سبيسيال خلطته مع خماره الحلوه، يعني هنا كنبدا نورق بداك الخماره وداك سبيسيال خلطتهم مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا هكا بمعلقه، وعاد نبدا نطلق العجينه. الطريقه الاولى اللي غندير يعني غنشد العجينه كلها هكذا، يعني واحد الكميه منها غادي نطلقها مزيان فوق الخامه بالدلاك كلها كتورق مزيان على يعني واحد كتجي واحد ما كاملاش نص سنتيم في القطر في العرض ديالها.
كما شفتوا العجينه، سواء تحتاجوا الموس سواء تحتاجوا هذاك القطاع ولا ديال البيتزا. انا عندي هذا زعما باش يسهل عليا الطريقه، قلت نديرو نخدم به الوصف. يعني الطريقه الاولى كنشرط به هكا مزيان، وضروري تدخلوا مزيان مع داك العجينه كما قلت لكم. وعاد نبداو يعني ناخذ طريف هكا بالطول، نفرقوهم على بعضياتهم وتجمع من الجنب. انا كنعاود نشرط باش تجيني الورقه مفرقه شويه على بعضياتها. فوالا هنا كما غنبدا ناخذ طريف بطريف هكا بالطول، يكون واحد تقريبا ديك 6 ديال الشراطي حتى 8 الشراطي على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا من الملويه، اولا بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار نتوما يعني والذوق ديالكم، اولا يعني الطريقه ديالكم اللي بغيتو. صافي هنا غنبدا ناخذ بشويه بحال هكذا، وما حد كتهزيو يا راه كتزيد تجبد. يعني ممكن تقسموهم حتى على جوج بحال هكا الا جاوكم طوال باش ما يعذبوكمش. انا الطريقه صراحه شويه هي زوينه، هي النتيجه غادي تكون مبهره مورقين، ولكن شي شويه صعيبه في هاد الهزه هادي، وباش ما تقطعش الورقه باش كيبقاو يعني جامعين بعضياتهم. سورتو مع انا اختاريت كما قلت لكم هذا القطاع اللي هو رقيق، كيجي بحال الخدمه ديال الرزيزه، كيجيو على شكل الرزيزه. ولا كتبقاو تجبدوا غير هكا يعني زعما ما تخافوش. انايا حاولت، ومن بعد صافي كتجمعوهم من الطرف وكنحطهم يعني في واحد البلاطو حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. فوالا هنا من مورا ما خديت ثاني الطريف الاولاني نبدا ندهن بديك الزبده والزيت هذيك الطريف ديال العجينه بحال هكذا. نحاول ندهنو مزيان وانا كنجبد وانا كنطلق الورقه او العجينه وانا كنزيد ندهن. صافي وعاد كندير شويه ديال سبيسيال مع داك الخماره باش ما كيتلصقش لنا وكيجيونا مورقين. فوالا كما كتشوفوا
نزيد يعني كل شويه كنعاود نحلها مره كنبغي كنحلها باش ما كتلصقش ليا وترجع تسد. اجينا عارفين اون فوا كتبقى مع بعضياتها راه كتخمر، كتبغي تخمر وتبغي تلاصق، يعني قبل ما تلاصق حاولوا تطلقوه بالزبده والزيت وبرشوا بداك الطحين والخماره، وتبداو يعني تلويو على هكا على كفكم بشويه يعني بحال عجينه الملوي العاديه، يعني بحال الطريقه العاديه. هما دوك يجيو صراحه مورقين، واخا هي كما قلت لكم طريقه شويه صعيبه انا محناتني يعني. اللي عندها الخاطر ممكن تستقلي هذه الطريقه هذه. بالنسبه للطريقه الثانيه يعني غنكون انا كورت ديجا العجينه هكايا كويرات صغار، مورا ما ارتاحوا شويه صافي نبدا نطلقهم بالزبيده وزويته بحال ديما، نورقوهم مزيان حتى كيطيحوا لي يعني هكايا فوق الرخامه، كيطلقوا مزيان وما يبقاوش. يلا ضروري تكون العجينه البنات مورقه باش كتجي زوينه، ضروري. ولا انا هنايا رققتها مزيان هذيك الكويره ديال العجينه، ناخذ موس وهنبدا نشرط هكا بحال شرطت هكا رقاق
يكونوا ما بعيدينش بزاف على بعضياتهم. وهذه انا بالنسبه لي كانت هي الطريقه السهله الصراحه اللي عجبتني، وحتى النتيجه كانت روعه، حتى هي جاو مورقين فحال الاولين. هانتوما غتشوفوا يعني في الاخر اولا في الاول ديال الفيديو راك شفتوا كي جاو مورقين فحال ديال مخدومين بطريقه رزازه. يعني هي هذه طريقه سهله، يعني ما عذبتنيش بزاف. يعني اون فوا صافي كتشديها من الجناب بحال هكا، كتبداي دهني وديري شي شويه ديال الطحين والخميره وتلوي على يديك، يعني بنفس الطريقه العاديه. انا كنزيد نجبدهم شحال ما تجبدوا شحال ما كان مزيان. واخا تشوفوا راه كتقطع من بلاصه لبلاصه، ولكن ماشي مشكل. يعني ملي كتجمع راه ما كيبانش داك الفرق كاع بتاتا، حيت العجينه ملي كتكون رقيقه راه ضروري غادي تبدا تقطع. صافي هنا غنبدا ندوي فوق الكعب، يعني فوق اليديده ديالي فحال هكذا، ونجمع حتى هذوك الطرفات اللي تقطعوا حتى هما، وراه ما كيبانش الفرق، كيجيو زوينين الصراحه. هذه طريقه هي زوينه وهي جاتني انايا ارتحيت فيها. بالنسبه للطريقه الثالثه اللي غنجرب حتى هي في تحضير الملاوي، يعني في الاول راه يعني روتين عادي، كتورقي الورقه، تورقي بلوطو العجينه مزيان ضروري تكون رقيقه. هذه ماشي بحال الاخرين اللي ما كتجيش صراحه ما كتقطعش، يعني ما غاديش تجي مورقه فحالهم. هي زوينه ساهله الصراحه، ولكن كما قلت لكم ما كتكونش مورقه فحال الطرق الاولين اللي جربت. فوالا هنا كنرقق ديك الكويره مزيان حتى كندخل معاها صافي، ونسمدها بحال هكا بشويه ديال داك سبيسيال وديك الخماره اللي انا خلطت، وناخذ موس. وانتم تشوفوا الطريقه، يعني غنحلها هي من جهه واحده. فوالا هنا خديت موس قطعت في داك الطريف الاولاني، غنزيد شويه ديال السبيسيال بحال هكذايا كما شفتوا، وغنبدا ندير اللوي بطريقه ديال الكورني.
فوالا بحال هكذا. تبقاو تلويو بشويه بشويه حتى ما نتوما كتلويو نتوما كتحاولوا ما امكن تجي طبقه فوق طبقه، يعني تجي من الصغير للكبير، يعني بحال شكل الفرفاره، يعني تحاولوا تخرجوا العجينه من الجنب، يعني تبقى بحال مروليه هكذايا، يعني ما تكونش نيشان مع الدور اللي درتو، لا بحال كتكبروا الكورني ما حدكم نتوما خدامين والكورني تيكبر. فوالا كتحاولوا تجمعوه يعني بهذه الطريقه هذه. انا في الاول هنا ما عرفتش صراحه مزيان، ولكن كتحاولوا ما امكن داك الطرف التخلاني يتخشى هكذا، يعني كتورقوا عليه مزيان. فوالا بهذه الطريقه هذه سهله كما شفتوا، كيجيو ساهلين صراحه، غير هما صراحه ما كيكونوش مرقين مزيان فحال الطرق الثانيين الاولين اللي قدمت. بنفس الطريقه يعني كنكمل دوك الكراسات اللي بقاو ليا بهذه الطريقه الاخرى اللي هي سهله، باش ما تخمرش ليا العجينه. خصني نساليها دغيا. انا حاولت ما درت لكمش كاع المونتاج في هذا الفيديو، يعني كما قلت لكم فيديو ديال نص ساعه تنوضي تصاوبي فيه وتحيدي العكز اي شيء هو، يعني بغيتي نص ساعه المكانه ماكسيموم راها كافياك باش توجدي شي هو لدارك، يعني ما تعكزيش. شعلت البوطه بحال هكا، ونبداو باول يعني ملويه. تعقلوا على الملويه اللي درتو الاول، يعني حطوهم بالتستيف هكاك من الاولى حتى الاخرى، باش ما كتكونش تبداوش بديك اللي يلاه بديتو بها، اللي تكون ديك الاولى اللي هي شي شويه بدات تخمر صافي هكا. يعني كنطلقها مزيان هكذا تتورق مزيان، وعاد كنديروها فوق البوطه، ما كتخليوهاش تحمر من الديبار. يعني اي رغيفه كما كانت من الاول اون فوا كتحطوها يعني في ظرف ثواني كتقلبوها على الجهه الاخرى باش كتجيكم يعني حتى في الطياب زوينه ومحلوله.
نتوما كما شفتوا معنا الطرق بثلاثه اللي جربت في تحضير الملاوي. صراحه الاولى والثانيه كيجيو مرقين اكثر من الثالثه، ولكن الثالثه كانت طريقه اسهل. يعني انا بالنسبه لي الطريقه الثانيه هي كانت الافضل، لا من ناحيه ديال الخدمه سهله، ولا من ناحيه حتى النتيجه جات مرقه وجاو هشاشين محلولين هانتوما كما كتشوفوا. يعني روعه روعه صراحه. كنتمنى حتى نتوما تجربوا الطريقه اللي غتجيكم سهله واللي تبان لكم انها توالمكم. وكنشكركم بزاف على مشاهده الفيديو. صراحه طولت عليكم، ولا بغيت نعطيكم يعني جميع التفاصيل كما العاده من A حتى لZ باش تحضروا طريقه يعني الوصفه بطريقه اللي هي انجح. يعني تعزلوا نتوما الطريقه اللي بغيتوا تخدموا بها المليويات. سمحوا لي طولت عليكم الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وشهيوه جديده اولا وصفه جديده ان شاء الله، وتجربه كذلك جديده معنا في القناه. الناس اللي كيدخلوا اول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وكنتظر منكم لي كومونتير، يعني التعليق ديالكم على هذه الوصفه كذلك.